دخلوا العشة عشان يعملوا حاجات ما ينفعش تتعمل، وكان في مفاجأة جوه العشة. جالهم منها صدمة وقطعوا الخلف، ولما حاولوا يهربوا شافوا اللي عمرهم ما كان يخطر على بالهم. دعاء بنت في أول العشرينات من عمرها، عايشة في قرية في محافظة الجيزة مع اخواتها الولاد نور ومحمود اللي كانوا بيربوها بعد وفاة والدها. نور ومحمود بيشتغلوا طول النهار وما بيرجعوش غير بالليل. وفي يوم أول ما رجعوا اشتكت لهم أمهم إن أختهم دعاء خرجت من الصبح وما رجعتش. اتقلبت الدنيا على دعاء وما لقوهاش، وفي نفس الوقت بدأوا كلهم يشكوا في شخص واحد بس، وهو فتحي. فتحي كان صاحب محمود وكان دايما بيتردد عليهم في البيت. وفي اليوم اللي اختفت فيه دعاء لما سأل اخواتها مين اللي جه البيت، قالوا لهم ان اللي جه البيت يومها فتحي صاحب محمود. جه يسأل عليه وفضل قاعد شوية، ولما دعاء خرجت بعدها بشوية هو استأذن وقام ومشي. فضلوا اخواتها يدوروا عليها ومش لاقيينها لحد بعد 3 أيام جه بلاغ للبوليس ان في جسد موجود في الأرض الزراعية اللي في القرية. بس مش جسد طبيعي، ده النص العلوي بس من الجسد هو اللي موجود. لما توجه رجال الأمن للمكان اللي فيه الجسد لقوا جسد فتاة، لكن ملامح وشها مش باينة، وكانت لابسة ساعة في إيديها، وكان نصها تحتاني مش موجود، ومعرضة لحروق كتيرة جدا. بدأ فريق البحث الجنائي بسرعة يرفع البصمات ويحاول يدور على باقي جسد الفتاة ويتعرف على هويتها. وبدأ البوليس يرصد البلاغات المتقدمة للمفقودين في المنطقة القريبة من المنطقة اللي لقوا فيها الجسد ده. وكانت المفاجأة إن الجسد ده جسد دعاء. وكانت صدمة غير طبيعية لأمها وأخواتها، فبدأت أمها تقول للبوليس إن هي شاكة في فتحي، وفتحي ده صديق محمود اللي كان جه وبيقعد عندهم، لأن في اليوم ده لما هي خرجت فتحي خرج وراها، وهو أكيد اللي عمل فيها كده. لما كشف البوليس عن فتحي وهويته اكتشفوا إن هو مسجل خطر وإنه مطلوب في قضية ممنوعات. وبدأ البوليس يدور على فتحي، وبالتحريات اكتشف إن هو ما كانش موجود بالتزامن مع نفس الفترة اللي اختفت فيها دعاء. ولما راحوا بيت فتحي عشان يقبضوا عليه أبوه قال إن هو مختفي بقاله كام يوم. كده البوليس أجمع على إن فتحي هو اللي عمل كده في دعاء ورماها وهرب. وتم تبليغ نشرات بمواصفات فتحي في كل مكان، وبدأ البوليس يدور عليه عشان يلاقيه. لكن بعدها بأسبوع بعد ما رجال البحث الجنائي كانوا بيدوروا على نص الجسد التاني لدعاء وبمساعدة الكلاب البوليسية، اكتشفوا النص التاني الناقص من دعاء كان موجود على بعد كيلومترات من مكان ما لقوا النص الأولاني. بس لما لقوا النص التاني لدعاء ما لقوهوش لوحده، ده كان معاه مفاجأة. كان مدفون جنبه جسد لشاب متوفي. ولما رجال المباحث طلعوا الجسد ده وتعرفوا على هويته وبعد رفع البصمات اكتشفوا إن جسد الشاب ده هو جسد فتحي. ودي كانت مفاجأة لرجال المباحث إن المشتبه يطلع هو كمان مجني عليه. عشان كده البوليس كثف تحرياته تاني عشان يعرف مين اللي خلص على فتحي وعلى دعاء. وبعد الضغط على اخوات دعاء اعترفوا بمفاجأة، وهي انهم كان بقالهم فترة وخصوصا الاخ نور شاكين ان دعاء هي وفتحي على علاقة ببعض. عشان كده نور كان بيراقبهم، وفي اليوم ده فعلا خرج دعاء من البيت وخرج وراها فتحي. وكان نور راجع بالصدفة وشاف دعاء خارجة فاستخبى، وشاف فتحي خارج وراهم وشافهم بيتقابلوا في الأرض الزراعية. وبعدين دخلوا العشة مع بعض. معرفش يعمل ايه نور، جري على طول على أخوه محمود في الشغل وحكاله على اللي حصل. فجري محمود ودخل البيت من غير ما أمه تشوفه. دخل الدور الأولاني وأخد معاه آلة حادة وطلع هو ونور على العشة. ساعتها طبعا فتحي ودعاء اتفاجئوا. فتحي هرب لكن جري وراه نور. أما محمود فخلص على دعاء اللي جالها حالة ذعر أول ما شافت إخواتها وشافوها في وضع صعب قوي مع فتحي. وكان نور بيجري ورا فتحي وخلص عليه. وبعد كده بدأوا يقسموا جسد دعاء لنصين عن طريق آلة حادة، ودفن الجزء الأول وبعد كام كيلو متر دفنوا الجزء التاني من دعاء ودفنوا فتحي هو كمان. البوليس طبعا قبض على محمود ونور ووجه ليهم تهمة إنهاء الحياة العمد، وهما الاتنين اتحكم عليهم بإنهاء الحياة وتنفذ الحكم. وفضلت الأم عندها صدمة كبيرة واللي فقدت مرة واحدة أولادها التلاتة.